السلام عليكم خوتي، تحية رياضية. موضوعنا لهذا الفيديو: من سيعوض أمين حريت المصاب والذي تأكد رسميا غيابه عن المونديال؟ قبل البدء في قراءتنا بخصوص البدائل، نتوقف بخصوص أمين حريت ونقول قدر الله ما شاء فعل، ونطلب له الشفاء العاجل بإذن الله. من سيعوضه؟ قراءتنا توجهت إلى 5 أسماء ممكن أن تعوض أمين حريت، وكملحوظة ليس بالضرورة أن يكون من يعوضه يلعب بنفس مركز أمين حريت. لهذا فاقترحنا في أول لائحة ريان مايي. لماذا ريان مايي؟ لأنه فعلا مهاجم ممتاز، كان سببا رئيسي في تأهل المنتخب إلى المونديال. نعم، بعد الإصابة نزل مستواه، ولكن يبقى لاعب يعول عليه. وأظن أن وليد ركراكي حسب ما يشاع أنه في الكواليس طلب أن يكون أخاه، وهو ربما هذا هو السبب الذي جعله يقصى من اللائحة. وأظن أنه في هذه الحالة ممكن أن يتم تسوية الموضوع والمناداة على ريان مايي لتعويض أمين حريت. في المرتبة الثانية أضع سفيان رحيمي، كذلك ممكن أن يعوض أمين حريت لأنه فعلا يقدم مستويات ويظهر أنه في كامل الجاهزية، وكذلك لتقبله الأمر بعدم المناداة عليه في اللائحة، وقال أنه سيشجع المنتخب، وربما هذه النقطة تحسب له ويكون المعوض لأمين حريت. في الاقتراح الثالث أيوب الكعبي، نفس الشيء. قلنا أن لماذا نذكر مهاجمين؟ لأن فعلا 3 مهاجمين غير كافية، نظرا لأن جديرة ليست له الخبرة، يوسف نصيري ربما تؤثر عليه الإصابة، حمد الله ربما غيابه عن المنتخب. لهذا ممكن أن ينادى على أيوب الكعبي الذي يقدم مستويات محترمة في الدوري التركي، وكذلك فهو تقبل الأمر بروح رياضية. اللاعب الرابع الذي يمكن أن يعوض أمين حريت، وهو لاعب لم يسبق له تمثيل المنتخب الوطني، يلعب بالنرويج في فريق فاليرينغا، لاعب لازال شاب 21 سنة، يتميز بمهارة رائعة والكل يتنبأ له بمستقبل باهر، وقد ينادي عليه ركراكي فقط لكي يكسبه المنتخب في قادم المسابقات. نعرف ممكن ركراكي قد يرى أن المعوض لأمين حريت يبقى من التشكيلة التي تم المناداة عليها، مثلا إلياس شاعر أو بلال الخنوس، فقط استدعاء للاعب 26 فقط لتكملة العدد لا غير. ويبقى لاعب خامس آخر مرشح لتعويض أمين حريت، وهو منير شواعر، اللاعب الذي كان قد رفض سابقا منتخب المغرب، ولكنه عبر بعد ذلك عن رغبته في تمثيل الأسود. يلعب حاليا في فريق بشاك شهير التركي، يقدم مستويات ممتازة، لاعب لديه فنيات رائعة. ممكن أن ينادي عليه وليد ركراكي لتعويض أمين حريت وكسبه للمستقبل مثل أسامة الصحراوي. شكرا على المشاهدة، دعمكم للقناة يسعدنا. إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.